السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنوجد معكم طاجين بالكفتة ومطيشة. بطبيعة الحال كل شي كيعرف يدير الطاجين ديال الكفتة بمطيشة، غير كل واحد كيديرو بالطريقة ديالو هو. بقاو معايا حتى نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. هنايا عندي بصلة كبيرة مقطعة رقيق اولا مطحونة في الهاشوار، جوج مطيشات كبار اولا جوج طماطم كبار مطحونين مع معلقة د الكونسونطري ديال الطوماط، معلقة حتى هي كبيرة. هنا عندي معلقة ديال الفلفلة مطحونة اولا مقطعة رقيق، ماشي ضروري تكون الوان، غير لون واحد يكفي. هنا عندي معلقة ديال القزبور يابس، عندي شويه د الابزار، شويه ديال الفلفل الحلو او التحميره، وعندي الكمون والملح. هنا عندي قزبر ومعدنوس مقطعين طريين وزيت الزيتون. هنايا عندي العطريه اللي غادي تمشي مع لاصوص، الفلفل الحلو او التحميره، الكركم والسكينجبير، الملح والابزار والقزبر ومعدنوس مع الثومه. بسم الله، نبداو على بركه الله. هنايا درت زيت زيتون وشويه ديال الزيت النباتيه. غادي نضيف عليهم البصله، نضيفو الفلفل، ونضيف الطماطم، سمحوا لي على هاد شويه ديال الهضره في الزنقه. كنصور في الجرده، كنسجل في الجرده، بغيت نقول كاين شويه ديال الصداع. هنايا ضفت القزبور والمعدنوس والثومه. غادي نخلي كلشي يتشحر مزيان، وعاد من بعد غادي نضيف التوابل. هنايا غادي نضيف التوابل من بعد ما تشحرات لاصوص مزيان. وغادي ندوزو باش نحضرو نشرملو، بغيت نقول الكفته تكون ديال البقري ديال الغنمي كما كتفضلوها نتوما. هنايا غادي نضيف التوابل اللي ذكرت من قبل، وغادي نضيف الربيع مقطع. انا كنفضلو يكون طري، كيعطي واحد النكهه احسن مما يكون زعما قديم اولا شرموله ديجا محضره في الدار. كل واحد يدير اللي بغا، المهم انا كنفضلو هكذا. غادي نضيف الزيت الزيتون. من بعد غادي نخلط هادشي مزيان مزيان حتى ينسجموا العناصر كامله، وغادي نشكلها كويرات.
هنايا غادي كما كتشوفوا معايا شكلتها كوالات، غادي نضيفها على لاصوص. انا ما كنضيفش الماء نهائيا. كاينين شفت بعض الاخوات كيضيفوا الماء، ما كتجيش زوينه، وكتجي المرقه فيها ماشي عاقده. هنا كندير واحد الفلفله في الوسط باش تعطي النكهه لكل شيء، تبقى اختياريه، غير هي كتزيد واحد النكهه لهاد الطاجين. صافي دابا غادي نسد عليه ونخليه يطيب على المهل. وهو الطاجين ديالنا واجد، كيجي بنين لذيذ، غير جربوه وغادي يعجبكم ان شاء الله. هنا كتبقى غير اضافه، لو بغيتو تزيدوا شويه د الربيع خضر مع الزيتون، حمار خضر اللي عندكم موجود في الدار. وبالصحه والراحه، والى وصفه جديده ان شاء الله. نتمنى لكم نهار مبروك، والى اللقاء ان شاء الله، مع السلامه.